يعني هوا يا اشرف ليه مقطعه ليه؟ انت ماشي سريع قوي مش عارف ليه كده. قولي لي ايه الرساله اللي جايه توجهيها النهارده في مسيره النساء؟ اقول نساء مصر خط احمر، نساء مصر خط احمر، وعيب قوي 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 اللي جيش مصر بيعمله. معلش انا منفعله اصلا. قولي لي الرساله النهارده اللي جايه تقوليها في المسيره النسائيه. اعتراض عن اللي حصل، اعتراض عن اللي حصل، اعتراض عن الاهانه للبنت المصريه. حتى لو انا كنت مختلفه في الاعتصام معاهم او لا، بس ما نتهنش ما نتدس بالمنظر ده. وربنا مع مصر يا رب. الرساله اللي جايه توصليها النهارده في المسيره النسائيه. واحد، في حاجه اسمها احترام حريه الراي، في حاجه اسمها حريه احترام، من حق الستات انهم يحترموا ويقدروا دي نص المجتمع. غير مقبول تماما الانتهاكات اللي حصلت والاعتداء المستمر على الشباب اللي بينادي بالحريه. مش عارف احنا كده بنرجع للمربع الاول كأن شيء لم يحصل يعني. شكرا جزيلا. الرساله النهارده جايه توصلي رساله ايه النهارده؟ مسيره نسائيه. رساله ان بنت مصر ما تتهنش باي شكل من الاشكال حتى لو كانت عاهره. كرامه اي ست في مصر ما تستحقش اللي حصل لها. مفيش اي مبرر، ما حدش يقول هم نازلين ليه. لو راجل ما يقولش هم نازلين ليه، هو يسال نفسه هو ما نزلش ليه. الراجل يسال نفسه هو ليه ما نزلش، مش البنت ليه نزلت. الرساله النهارده اللي جايه توصليها من خلال المسيره النسائيه المتجهه لدار القضاء العالي، جايه تقولي ايه النهارده؟ جت من ايه؟ الرساله اللي جايه توصليها النهارده. طالها ان عرض مصر مش رخيص، وبنات مصر لهم احرار، ما حدش يدوسهم بالجزم ولا حد يضربهم ولا حد يعريهم. مفيش اي قوه في الدنيا تقدر تعمل فيهم كده. رسالتك النهارده اللي جايه توصليها؟ انا عايزه اقول انا يمكن اكون اكبر من كل اللي موجودين دول، بس انا نازله عشان خاطر بنتي. بنت رائعه، فتاه رائعه، بتشتغل في وزاره سياديه وفي ارقى مواقع الدوله، وظيفه تتمناها كل بنات وشباب مصر، وعلى الرغم من ذلك تنزل التحرير وتساند وتتضامن مع معتصم التحرير وتساعدهم بكل ما تملك. امبارح السيد اللواء قال الرعاع، ثم سحب عاقبها بعد ذلك بان البنات اللي تخاف على نفسها ومحترمه ما تنزلش التحرير. انا نازله عشان اقول بنتي المحترمه واحط صوابي في عينيهم كلهم، بنتي محترمه زي كل البنات ومعظم البنات. اما اذا كان في قله مندسه هم يعرفوها فواجبهم وحقنا عليهم ان هم اللي يقبضوا عليهم ويحمونا، مش يتباهوا بان هم يضربونا في الشارع. اشكركم. جايه تقولي ايه النهارده من خلال المسيره النسائيه اللي منظمينها لدار القضاء العالي؟ اهلا وسهلا. الرساله اللي النهارده اللي جايه توصليها، جايه تقولي ايه؟ انا جاي اقول ان بنات مصر ورجاله مصر، بس الرجاله اللي بحقه حقيقي كلهم هنا، عشان احنا مصريين ما يحصلش فينا كده ولا يحصل في بناتنا كده. احنا بني ادمين، احنا بني ادمين يا عساكر، وانتوا يا عساكر كنتوا زمان برضو بني ادمين. ارجعوا لنفسكم بقى عشان عيب. النهارده اللي جايه توصليها المجلس العسكري، قولي لي انت النهارده جايه المسيره النسائيه عشان توصلي رساله ايه؟ انا عايزه البنات كلهم يبقوا في حمايه الحكومه، لان اللي بيحصل في البنات ده وحش خالص خالص. انا مصريه عايشه في استراليا واتجننت لما شفت الحاجات دي وجات لي حاله نفسيه، فنازله هنا عشان اشارك. كل بنات مصر لازم يبقوا في الحكومه لازم تحميهم بدل ما تعمل كل البهدله اللي هم عملوها فيهم دول. النهارده نازله انت وبنتك توصلي رساله ايه؟ نعم. النهارده نازله توصلي رساله ايه؟ الرساله اللي عايزين نوصلها بشكل اساسي النهارده ان احنا بنعترض على كل اشكال العنف اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وكانت بدايه الدعوه النهارده علشان البنت اللي اتسحلت في الشارع والناس الكتير اللي اتبهدلت واتضربت وحق الشهداء اللي ما رجعش لغايه دلوقتي، وطبعا كل المطالب اللي فاتت اللي ما اتحققش منها حاجه لغايه دلوقتي. وبنطالب بنأيد المبادره اللي بتقول تسليم السلطه ب 25 يناير واجراء انتخابات رئاسيه بعد 25 يناير بحيث نخلص بقى، يعني خلاص كده، يعني احنا جبنا اخرنا يعني من الاخر. جايه تقولي ايه النهارده في المسيره النسائيه؟ انا جايه اشارك في المسيره دي لان انا البنت اللي اتسحلت دي تعتبر بنتي، وكل شاب اتقتل في التحرير ده ابني. انا ام مصريه، لا ليبيا عملت في بناتها كده ولا سوريا عملت في بناتها كده ولا اي بلد عربيه عملت
في بناتها كده، فحرام المهزله اللي بتحصل دي. الناس اللي بتنزل علشان تطالب بالحق الشرعي ما ينفعش يتعمل فيها كده ويتقال عليها كمان بلطجيه ومندسين، والافلام اللي هم بيعملوها على الثوره. فانا بوصل الرساله، الثوره مش هتسقط، وباذن الله الثوره فاضله. الرساله اللي جايه توصليها النهارده من خلال المسيره النسائيه؟ جاي اقول ان اللي بيحصل ده حرام وما يصحش، والمشير يعتبر ان بنته ولا مراته هي اللي اتعرت في الشارع كده. حرام عليهم، ده لبسوا رجاله الجيش كلهم طرح، لبسوا رجاله الجيش طرح، ده عار عليهم، عار. قولي لي النهارده جايه ايه الرساله اللي جايه توصليها النهارده؟ احنا معترضين بشده 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 على كل اللي بيحصل في المجلس العسكري. كل اللي بيحصل ما ينفعش يكون موجود اصلا. ده مش بيحمينا، ده بيعرنا، مجلس بيعرنا قدام كل العالم. الصور اللي اتنشر في الجرنان، ايه ده؟ ده مش مجلس، ده حيوانات. اساءة ارجوك يعني قولي لي رساله النهارده اللي جايه توصليها من خلال المسيره النسائيه. الرساله بنقول للمجلس العسكري خليك واضح وصريح، انت مع مين؟ دي كده خيانه، انت بتخون البلد ولا بتخون القائد؟ انت قلت ان انا مش بخون القائد، ما بخونش البلد، ومع ذلك انت مع القائد، ازاي؟ خليك صاحب راي واحد. وبناتنا خط احمر، بناتنا انا مصر كانت مشهوره بالامان، ازاي البنت تنزل ويحصل لها كده؟ مش ممكن العسكري يعمل فيها كده، ده بهدل سمعه مصر.